بجميع الرفاق أعضاء وإدارة وضيوف الأعضاء الذين يشاركون في مؤتمرات الفروع ومحاور إقليمية تهدف إلى تحقيق أهدافهم ومطامعهم في المناطق الحيوية الجديدة من خلال خلق الصراعات والنزاعات والحروب وفق نظرية الفوضى الخلاقة لتتمكن من السيطرة والتحكم والحصول على الربح الأعظمي. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، الأزمة المالية التي تعصف بالعالم ليست كسابقاتها من الأزمات الدورية. الرغبة نحو تجديد الدماء الشابة الواعية المثقفة صاحبة الرؤية المعتمدة على النقد البناء من خلال مدرسة عمر علوش وهي فرين خلف ومروان فتيه، وإثبات بأن الحزب بيت رائد من بيوت الوطنية السورية، وهذا ما يعبر عنه حزبنا في كافة لقاءاته وحواراته من خلال سعينا لنقل قيادة الحزب لجيل جديد من الشباب وبذل الجهد للتعريف بهم وبنضالهم وتضحياتهم في سبيل الوطن ورسم معالم الديمقراطية الحقة. الهيكلية التنظيمية لفرع عفرين بتاريخ 24/6/2018 تم عقد اجتماع تأسيسي لفرع عفرين لحزب سوريا المستقبل، وتم وضع خطة عمل رئيسية لهيكلية التنظيمية للفرع، وفيه تم انتخاب الرفيق محمد نور محمد رئيسا للفرع، والرفيقة بريفان سنيد نائب رئيس الفرع، والرفيق محمد بيرة مسؤول مكتب التنظيم، والرفيق محمد حنان رشيد مسؤول مكتب العلاقات. المرحلة الثالثة يتم فيها انتخاب أعضاء المجلس. المرحلة الرابعة انتخاب أعضاء لجنة الانضباط، لكن لابد من توضيح بعض النقاط حول آلية العمل الانتخابي، وبعض النقاط مثل ما ذكر رفاقنا بتقريرهم التنظيمي أنه عدد منتسبينا هم 500 عضو من منتسبين الشهباء ومنتسبين عفرين. لابد أن يكون هناك تمثيل حقيقي لأعضاء ومنتسبين الشهباء وعفرين. بسرعة شوي رفاق، بسرعة.